اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ وحشتوني جدا جدا. اخباركم ايه؟ بتمنى يا رب ان انتوا تكونوا بخير وان انتوا تكونوا بالف صحه، وكل سنه وكل حبايبي بخير وبصحه وبسلامه. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. وخلاص كلها ايام قليله جدا وهنستقبل احلى شهر في السنه. طبعا ربنا يعود علينا الايام بخير، وان شاء الله يكون رمضان شهر خير وبركه علينا جميعا يا رب. باشكركم كلكم، وباشكر كل الناس اللي عندي وكل الناس اللي بتكتب لي تعليقات واللي بتكتب لي تعليقات تشجعني كده. ربنا يا رب يخليكم ليا. وباشكر كل الناس اللي معايا من زمان والناس اللي داخلين عندي جداد، بقول لهم انتوا شرفتوني ونورتوني، وان شاء الله عيلتي هتكبر بيكم. احلى اخوات في الدنيا، وربنا يا رب يخلينا لبعض ويدوم الخير بينا كده يا رب. وطبعا انا بشكر الناس اللي بيعملوا لايكات، ربنا يا رب يجازيكم خير، وان شاء الله نكبر كده مع بعض. وإن شاء الله تكبر بيكم. ويلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا. بس قبل ما نشوف الفيديو ما تنسوش بقى تحطوا لنا لايكات كتير وتعلوا لنا كده الفيديو بتاعنا، وكمان تشاهدوا كده الفيديو لمدة كده أطول. وما تنسوش بقى اللايك والشير بقى يا حبايبي. وطبعا لو انت اول مرة تشوفيني او تشوفي كده قناتي، اتمنى يا رب ان انت تدعميني وتشجعيني بانك تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس على علامة الكل، عشان كل ما انزل حاجة جديدة يجيلك مني اشعار وتيجي حضرتك وتشرفيني وتدعميني. بتمنى يا رب ان شاء الله تكون قناتي تعجبك باذن الله، وتاخدي كده جولة فيها. ويلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا، ويلا بقى نسمي الله ونشوف الروتين بتاعنا. يلا بينا نخش على الفيديو، يلا بينا. اول حاجة هنسمي الله طبعا يا حبايبي، ونصلي بينا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا بيتكلم عن ايه. طبعا احنا المقطع دوت يا جماعة، انا هنا كنت بعمل عصير برتقان زي ما انتم شايفين كده في العصارة كده على طول، لان انا بحب عصير البرتقال جدا جدا، وبالذات لما بكون انا صايمه يعني. طبعا احنا كلنا كنا يعني صايمين الحمد لله. ربنا يا رب تقبل منا صالح الاعمال، انا وانتم باذن الله. وهنا طبعا انا كنت داخله المطبخ متاخره جدا، كنت داخله كانت الساعه يجي لها يعني 5:30 كده. طبعًا كنت داخلة ليه المطبخ متأخرة. أنا طبعًا كنت عشان أنا كنت عارفة إن أنا مجهزة المحشي قبلها بيوم، كنت مجهزة المحشي يعني من بالليل، لإن أنا كان يوم يعني الإتنين، اللهم صل على النبي. وكنت صابحة إن أنا طبعًا عارفة إن أنا طبعًا هاصوم بكرة، فأنا مش باقدر أعمل محشي وأنا صايمة خالص، فكنت مجهزاه قبلها بيوم. تمام كده، تمام كده. وأنا طبعًا كنت صاحية بدري في اليوم ده برضه. و والمهم إن أنا كنت باصلي كده العصر، فالمهم إن أنا قُلت هانام كده شوية ساعة كده عشان أقدر إن أنا أقوم أشوف أنا هاعمل إيه. فلقيت الوقت خدني، لقيت بنتي مريم لقيتها داخلة بتصحيني، كانت الساعة ييجي لها 5:15. قومي يا ماما اعملي يا ماما الفطار عشان خاطر الوقت خلاص عدّى. قُلت لها خلاص. دخلنا بقى المطبخ أنا يعني وهي، ربنا يا رب يحفظها لي يا رب ويحميها ويوفقها يا رب العالمين. ووقفت طبعًا معايا بقت طبعًا بتناول لي، وبقينا عملنا الأكل بسرعة. عايزة أقول لكم يعني ما خدش معانا وقت خالص، يعني الحمد لله أنجزنا كده الوقت، لإن المحشي كان طبعًا كنت زي ما أنا قُلت لكم، كنت أنا مجهّزاه قبلها بيوم. علّقت بس كان عندي بس شوربة، علّقت عليها يا دوبك غليت، ورُحت إيه، معلّقة على المحشي عشان خاطر يستوي بسرعة. طبعًا لازم إن إحنا نخش المطبخ، أهم حاجة إن إحنا نرتّب كده أفكارنا، ونبقى مرتّبين كده حياتنا وعارفين إحنا بنعمل إيه. طبعًا أهم حاجة إن أنتِ تبقي مرتّبة كده أفكارِك. طبعًا كان عندي فرخة كنت صراحة كانت مريم كانت جايباها الصبح. المهم إن أنا قُمت رُحت إيه، قطّعتها ورُحت إيه، غسلتها كويس وسِبتها كده في محلول نقع شوية، يعني يا دوبك عملت لها محلول نقع بسرعة كده. يعني سِبتها يا دوبك مسافة ما عملت العصير البرتقان، ويعني أنا لازم أنا أعمل لها المحلول النقع ده، حتى لو هتقعد 10 دقايق. تمام كده، تمام كده. أنا رُحت غسلتها كويس، وكمان باحط بقى معلقة سمنة كبيرة في الحلة زي ما أنتم شُفتوا كده. وكمان اديت لها كده الصدمة بس عشان خاطر الوقت معايا كان طبعًا عدّى، ما ينفعش إن أنا أسيبها واستنى عليها إنها تاخد كمان لون. ما صبرتش بصراحة عليها خالص. ورُحت إيه، قلّبتها كده تقليبة، وكانت هي نزّلت كده مَيّتها. وكمان نزلت التوابل طبعًا بتاعتنا زي ما أنتم شايفين. أنا طبعًا مش أول مرّة أعملها معاكم، أنتم أكيد عارفين أنا باعملها إزاي. الطريقة بتاعتي دي الطريقة بتاعة الناس اللي هي إيه، مستعجلة. لو أنتِ جاية من الشغل متأخرة، طريقة الفراخ دي هتنفعِك وهتنجزِك وجميلة جدًا وطعمها حلو، أحلى أمّا أنتِ تعمليها مشوية كمان. وجرّبيها وقولي لي إيه كده رأيِك، جميلة جدًا. وبتحطّي فيها التوابل بقى اللي أنتِ عايزة تحطّيها. أنا طبعًا باحط ملح وفلفل وكمون وسِنّة شطة اللهم صل على النبي كاري، وكمان كركم وسِنّة كمان قرفة، وورق كمان لورا، وبانزل عليها
بطماطم متقطعة زي ما انتم شايفين كده، وكمان بصل، وكمان ايه، فلفل كمان اخضر. لو انت عايزه تحطي فلفل حار ممكن تحطي قرن كمان فلفل او نص كده قرن، لو انت بتحبي الحاجه حار. تمام كده. كده الفرخه بتاعتنا دي هتستوي كده على طول بنفس الطريقه ديت، يعني مش هتاخد معانا وقت خالص خالص. وكمان سهله وبسيطه جدا لو الناس اللي جايه داخله المطبخ زي يعني حالاتي كده مستعجله. انا بصراحه ما كنت ناويه اشويها عشان انا كمان كان عندي كمان شوربه، بس كمان انا بصراحة نسيتها ونمت بقى. وانا كنت تعبانه اصلا، لما بكون صايمه كده اوقات يا جماعه ببقى تعبانه ما بقدرش اعمل حاجه الا يعني حاجات بسيطه كده. تمام كده. تمام كده. طبعا علقنا كده بتاع الجزر متعلق انا عليه، والمحشي بتاعنا متعلق عليه، وكمان اللي هي الفراخ متعلقين كمان عليها. يعني احنا كده خلصنا الحمد لله الاكل على البوتاجاز والحمد لله، وانجزنا الوقت. وكمان نغسل بقى حبة المواعين اللي فضلوا مننا، يعني العصارة مكان ما بنعمل عصير برتقال، الحاجات دي. كام طبق كده مكان ما كنا بنغسل كده الفراخ وعاملين لها محلول كده النقع. انا بحب اعمل محلول النقع جدا يا جماعه، حتى لو هسيب الفرخه لمده 5 دقايق. المهم ان انا اغسلها كويس جدا عشان ما تبقاش ليها اي ريحه كده زفاره، وتكون كمان نظيفه. انا خدت على كده يعني، حتى لو انا مستعجله لازم ان انا اعمل لها محلول النقع ده. طبعا يا حبايبي، وطريقه الفراخ دي جميله جدا. انا طبعا كنت عاملاها معاكم قبل كده في القناه، مش اول مره ان انا اعملها يعني. بس انا قلت اشارككم كده يومي. اليوم ده كان جميل جدا، وعايزه اقول لكم ان انا دخلت والحمد لله انجزت جدا جدا. وطبعا كل ده عشان خاطر ان انا طبعا مرتبه يعني افكاري، وعارفه انا بعمل ايه كويس. وطبعا الدنيا حلوه والمطبخ كان رايق، طبعا مشطبينه الصبح قبليها بيوم. وكمان لو في مواعين الصبح بروح يعني غسلاها، والدنيا حلوه. خليكي معايا بقى عشان تنظمي افكارك معايا زي كده ونتشجع كده مع بعض. هنا بقى كان الجزر بتاعنا كان خلاص كده اتسلق، وكان خلاص هعمل بقى العصير البرتقال. احلى حاجه في الدنيا عايزه اقول لكم حبه العصير البرتقال اللي هم بالجزر دول، حاجه كده وهم يعني. انا بعشق العصير ده. طبعا يا حبايبي طبعا انتوا عارفين ان كله فيتامينات عاليه جدا، كله فيتامين سي. وطبعا بيبقى جميل جدا. انا طبعا بحب يعني بفضله جدا جدا العصير ده. طول ما هو موجود في السوق انا بفضل اجيب منه على طول، وبحب ان انا اعمله. تمام كده. زي ما انتم شايفين كده. يلا يا حبايبي، لو انتوا وصلتوا معايا لحد هنا صلوا بينا على النبي واذكروا الله كتير، وكمان ادعوا لي كده دعوة حلوة. وما تنسونيش بقى في اللايك والشير يا حبايبي. وطبعا اتمنى ان انتوا تشجعوني، محتاجة تشجيعكم جدا جدا. وطبعا اتفضلوا معايا احلى عصير زي ما انتوا شايفين كده. طبعا احلى عصير بصراحة الايام ديت هو العصير ده، البرتقال بالجزر. لو انتوا بقى بتحبوش الجزر، بس طبعا الجزر بيدي للعصير بتاعنا قيمة كده غذائية عالية جدا. طبعا اتمنى يا رب ان يكون الفيديو يكون يعجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير. وطبعا زي ما انتم شايفين كده، طول ما احنا واقفين اي حاجة فضلت مننا مواعين، طبعا ايدينا في الحوض على طول، وتغسل المواعين على طول اول كده باول، عشان خاطر ما يبقاش في مواعين، عشان نفضي نفسنا. ان احنا لما نقعد هنفطر، هنقوم نصلي بقى المغرب ونقعد شوية. طبعا العشاء طبعا هتبدأ هنصلي كمان العشاء، وعشان خاطر ما نقصرش في الصلاة يا جماعة إلا الصلاة. طبعا يا جماعة ربنا يا رب يقوينا، وربنا يا رب يتقبل مننا يا رب العالمين. وايه بقى كده بقى رأيكم؟ طبعا احنا كده الوقت بتاعنا انجزنا فيه، والحمد لله احنا كلنا ستات بيوت شاطرين جدا جدا. انا طبعا بشكر الناس كلها، بشكركم جدا جدا. كل اي حد بيخش عندي القناة عندي انا بشكره جدا جدا. وطبعا ربنا يا رب يخليكم ليا. وبشكر اي حد بيعمل لي لايك، وان شاء الله قناتي هتكبر بيكم. انا طبعا عندي امل في الله كبير، وواثقه في ربنا ان ربنا في يوم كده من الايام ان شاء الله قناتي ديت هتتشاف وهتكبر. وطول ما انتم معايا احلى اخوات في الدنيا. طبعا ربنا يا رب يخليكم ليا وتشجعوني، وان شاء الله نكبر كده مع بعض باذن الله. يلا يا حبايبي بقى، اتمنى يا رب ان تاخدوا كده جولة عندي. لو انت لسه جديدة عندي، قناة عندي جميلة جدا هتعجبك بإذن الله. خدي كده جولة عندي. اتمنى يا رب تكون فيديوهاتي تكون تعجبك. واتمنى ان اكون ضيفة كده خايفة عليكم. اتمنى كده يا رب. واحنا هنا برضو بنغسل المواعين كده عشان ما يبقاش في اي حاجة ورانا تاني. طبعا انا حبيت اشارككم اليوم دوت علشان برضو انتوا عارفين ان انا ما بحبش اخش المطبخ من غيركم خالص، بحب اشارككم كده يومي يعني. انا خلاص اتعودت عليكم يا جماعة، واتعودت على الكاميرا، واتعودت ان انا كل ما اخش اعمل اي حاجة احب ان انا اصور ويعني اشارككم معايا.
باحس إن أنتم فعلًا عيلتي فعلًا التانية، ربنا يا رب يخلّيكم ليّا يا رب، وإن شاء الله نفضل كده مع بعض في الخير كده دايمًا يا رب العالمين. وطبعًا يا جماعة اذكروا الله كتير الأيام ديّة أيام مفترجة، ويا ريت تدعوا لي كتير، ادعوا لي إن ربنا يشفيني يا رب، يا رب ربنا يا رب يشفيني ويشيل عني يا رب العالمين، ويشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. ويرحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. طبعًا يا حبايبي، طبعًا الأيام ديّة مفترجة، لازم ندعي كتير ونسبح ربنا كتير ونصلي كتير، وربنا يا رب يتقبل مننا. خلاص كلها أيام قليلة جدًا، وهنستقبل الشهر الكريم، ربنا يا رب يجعله شهر خير على كل الأمة الإسلامية، آمين يا رب العالمين. يا رب يسترها معانا ويرزقنا. إحنا هنا كده خلصنا المواعين أهوّة، زي ما أنتم شايفين الدنيا رايقة والدنيا حلوة معانا، طول ما إحنا منظمين حياتنا ومنظمين أفكارنا الدنيا هتبقى حلوة، والمطبخ ده تخشيه كده بحب، تعملي كل حاجة بحب. لكن لو أنتِ نفسيتِك تعبانة من المطبخ أو من أي حاجة تانية، أقول لِك إيه، ما تخشيش المطبخ خالص، لإن الحمد لله لو نفسيتِك تعبانة مش هتطلّعي حاجة حلوة أبدًا، خديها مني نصيحة. فلازم تحبي الحاجة اللي أنتِ إيه، بتعمليها عشان الحاجة تطلع بحب كده حلوة. زي ما أنتم شايفين كده إحنا كده خلاص كان المغرب خلاص القرآن كان شغال، وأنا كده خلاص بنقدّم كده العصير بقى بتاعنا. أنا طبعًا صبيت أهو، اتفضلوا بقى أحلى كوباية عصير، زي ما أنتم شايفين كده. وإحنا هنا بقى كده البنات كانت مريم كانت بتساعدني وخدته مني وطلّعت الأكل بقى برّه، وأنا هنا باغرف كده بسم الله ما شاء الله، أحلى حبة محشي. اتفضلوا معايا يا حبايبي، طبعًا يستاهل بُقُّكم. طبعًا زي ما أنتم شايفين كده، أنا طبعًا هنا أهو باروح بافضّيه في الصينية كده الكبيرة، وبارجع أفضّيه بقى في الأطباق عشان يبقى جنب كل واحد الطبق بتاعه زي ما أنتم شايفين. وهنا بقى الفراخ بتاعتنا كانت تحفة، تحفة، تحفة. أحلى فراخ بقى تقدري تعمليها بنفس الطريقة ديّة، ما تاخدش معاكِ وقت ولا مجهود. الطريقة ديّة بتاعة الناس اللي هم مستعجلين يا جماعة، ولا لحقوا يتبّلوا ولا لحقوا يسلقوا ولا عايزين الكلام ده، عاوزين أكلة سهلة كده وفي نفس الوقت تكون طعمها حلوة. جرّبوا الطريقة ديّة وادعي لي كده، وكمان اكتبي لي في الكومنتات طلعت معاكِ إيه، عجبتِك والّا لأ. طبعًا يا حبايبي ما تنسونيش بقى في دعوة كده حلوة منكم يا حبايبي. الطريقة دي جميلة جدًا، وأنتِ ممكن تحطيها برضه في صينية وتدخّليها تحت الشواية تاخد كده وِش حلو، هتبقى كأنها معاكِ مشوية وتحفة، تحفة، تحفة. أتمنى تجرّبيها وتعجبِك بإذن الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، صلّوا على النبي يا حبايبي كده واتفضّلوا معانا أحلى فطار زي ما أنتم شايفين كده. وبسم الله ما شاء الله أحلى حبّة محشي. طبعًا أنا كنت عاملاه معاكم قبل كده في القناة، لو حد حابب إن هو ياخد جولة كده عندي، كل الحاجات دي عاملاها معاكم، وطريقة برضه الفراخ دي عاملاها معاكم، طريقة جميلة جدًا. أتمنى يا رب إن يكون الفيديو يعجبكم. لو أنتِ أول مرّة تشوفيني يا ريت تدعّميني وتشجّعيني وتشتركي في القناة وتفعّلي زر الجرس وتاخدي كده جولة عندي، إن شاء الله قناتي هتعجبِك بإذن الله. أتمنى يا رب يكون الفيديو يعجبكم، وأقول لكم إيه، ما تنسوش بقى لايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله